تهليل إعلامي مغربي اعتراف الكيان الصهيوني هم يقولوا إسرائيل طبعا بمغربية الصحراء. طيب كاين خبر قبل ما ندخلوا البرنامج، كاين واحد الخبر تهليل إعلامي مغربي باعتراف الكيان الصهيوني هم يقولوا إسرائيل طبعا بمغربية الصحراء، بسيادة المغرب. هذه رويترز عربي. المغرب يعلن اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء. هذه قناة الحرة أعتقد. الديوان الملكي يعلن في المغرب، الديوان الملكي يعلن في المغرب اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. هذه كلها أخبار كانت قبل الفاصل. طبعا هذا الأمر كان معروف، ولا أعرف سببا يدعو إلى الفخر باحتلال يعترف باحتلال، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. يعني هذا الاعتراف جاء قبل قليل حسب وسائل إعلام مغربية، وتناقلته وسائل إعلام عربية. السبب الذي جعل هذا الاعتراف يكون اليوم، تعرفون بأن حكومة نتنياهو أجلت الاعتراف ورفضت أن تمنح الاعتراف والضوء الأخضر للمغرب حتى تقول بأنها سيدة على الصحراء الغربية. الاعتراف جاء بعدما تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، وعندنا صورته. تم تعيينه كأول ملحق عسكري في المغرب، في خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الكيان الصهيوني والمغرب. هذا الملحق العسكري في الرباط سيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب. هذه الخطوة أول خطوة. شوفوا متى طبعت إسرائيل مصر مع إسرائيل؟ بالسبعينات، الأردن منذ زمن طويل، بلدان أخرى، حتى الذين طبعوا في الموجة الأخيرة مع المغرب ولا واحد اتخذ هذه الخطوة. المخزن اتخذها، خطوة خطيرة جدا، تعيين ملحق عسكري لجيش الاحتلال الصهيوني على حدودنا في الغرب. هذا الذي يظهر على الشاشة. شارون، حتى هو اسمه شارون إيطاح، كأول ملحق عسكري في المغرب. وطبعا هذه الخطوة كانت متوقعة من طرف البعض، ولكن يعني يربط البعض ما بين هذا الاعتراف نتاع حكومة الاحتلال بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية مع تعيين الملحق العسكري. تنازل وراء تنازل وراء تنازل، ثم هذا الخبر الذي يهلل له الإعلام المغربي للأسف الشديد، والمتوقع أن يثير غضبا في الشارع المغربي ضد قرارات المخزن. هذا خطوة يعني تجعل البعض يقول أنها مقايضة رخيصة. احتلال يدعم احتلال.